اسمح لي أستاذ رغيد بمداخلتين. الأولى تخص قضية وطنية لابد أن أتحدث بها، والأخ الضيف وهو يمكن من لندن أليس كذلك؟ نعم. يعني وصف جيش العراق وحكومة العراق وعلى النغمة المتواصلة اللي نسمعها بالصفوية ونحرر بغداد، فلذلك لابد أن نسأله من أنت حتى تحرر بغداد؟ أولا لتصنع شيء إنساني لبلدك لسوريا اللي الآن المجموعات الإرهابية تقطع رؤوسهم وتنتهك نسائهم، وبعد ذلك تحدث عن العراق، تحدث سوف تحرر العراق، وهذا خطابك هو عين خطاب المجموعة التي تريد أن تقيم إمارة إسلامية لا نرغب بها في العراق ولا يرغب بها حتى أبناء السنة الذين تتخذهم هذه المجموعات حواضن لها ومن ثم تلقي بهم إلى التهلكة. فلذلك عليه أن يتأدب في الحوار ولا يتحدث معنا. نحن نريد أن نصل بنتيجة إيجابية وإنسانية لبلده، وهو يأتي ليحرض على الحكومة وعلى الجيش ويحرض الشعب الواحد فيما بينه. هذا خطاب مرفوض جدا، وأسجل اعتراضي وأدعو قناة بلادي أن لا تستضيف مثل هذه الشخصيات. هذا أولا. ثانيا، لا أعرف، أنا مع الجيش الحر، هكذا يقول، أنا مع الجيش الحر، وقبل قليل أنا مع داعش لأنها تحفظ كرامة السوريين. هل أنت مزدوج الشخصية؟ لأنه الجيش الحر وداعش يتقاتلان فيما بينهم، وهذا واضح جدا من تقارير دولية. الحوار يكون